بنت أختي قالت لي: "يا خالتي، أنا نِفْسي بصراحة آكل من إيديكِ حاجة بتعمليها بتطلع من إيديكِ روعة." قُلت لها: "خير يا حبيبتي، اللي أنتِ عايزاه، أنتِ تطلبي وأنا أنفّذ على طول." طلبت منّي يا جماعة حاجة باعملها دايمًا بتطلع فعلًا طعمها سُكّر، وكمان تقول لي: "يا خالتي أنا باشتريه من برّه بالغالي، لكن مش بيبقى كمان بالطعامة اللي أنتِ بتعمليها، وكمان مش بالنضافة اللي أنتِ بتعمليها، اعمليه لي يا خالتي يبقى على رمضان." قُلت لها: "بس كده؟ عيون خالتِك، اللي أنتِ عايزاه يا روحي." أعمله لِك من عيوني الاتنين، وكل سنة وأنتم وهي طيبين. جِبت الحاجات بقى يا حبايبي، وإيه، تعالوا بقى شوفوا الفيديو أنا باعمل أول حاجة بقى يا حبيبة قلبي، الحاجات اللي أنا جايباها أولًا أوصيكِ إن أنتِ تجيبيها طازة، لازم تكون صابحة. يعني الجزر هنا أنا جِبته وقشّرته وغسلته وخلّيته زي الفل، و وكمان الكرنبيطة قطّعتها زهرات صغيّرة، وزي ما أنتم شايفين الخضار كلّه معايا صابح، يعني يكون طازة، لازم حاجات التمليح دي تكون طازة يا جماعة. وكمان بُصّوا اللِفْت أنا جِبته ونضّفته وشِلت الطينة منّه خالص، وكمان غسلته مرّة و2 و10 ونقعته في المَيّة لغاية حين الاستخدام. يعني بعد ما نضّفته وغسلته سِبته في المَيّة كمان عشان ما يسوَدّش منِّك يا قلبي. تخلّيه في مَيّة كده من الحنفية لغاية ما تيجي تستخدميه، وزي ما أنتِ شايفة كده، هو كده كل الخضار بتاعي جاهز على الاستخدام. الجزر يا قلبي أنا جِبته، طبعًا أنا عندي قطّاعة كده باحب أقطّعه تقطيع مزغرف يعني، يبقى المخلل بتاعي شكله حلو كده. قطّعته تقطيع تخين ما هواش رفيّع، باقطّعه تقطيع تخين عشان خاطر ما يتهراش منّي يا حبيبتي ويقعد المخلل معايا وقت طويل. زي ما أنتِ شايفة كده قطّعته بالطول، عايزة تقطّعيه بالطول قطّعي، عايزة تقطّعيه حلقات قطّعي. أنا شكِّلت بصراحة، أنا شكِّلت منّه دواير ومنّه طرنشات طويلة كده، حسب رغبتِك يعني. بعد كده جِبت الكرنبيط بقى هاكون غالية له مَيّة، هتجيبي مَيّة مغلية وهتنزلي عليه يا قلبي بالمَيّة المغلية دي وهتغطّيه. أنا هنا هاغطّيه وهاسيبه نُص ساعة. نُص ساعة هنا أنا عايزة كرنبيط ياخد هَمسة سِوَى يعني، ونفس الحكاية برضك الجزر، هانزل عليه بمَيّة مغلية. اللِفْت هنا بقى باقطّعه برضك تقطيع كبير، التقطيعات هنا تكون كلّها سِوَى واحد يعني، عشان ما فيش حاجة تتهرى قبل التانية أو ما فيش حاجة تستوى قبل التانية، ويقعد معاكِ زي ما باقول لِك كده وقت طويل معاكِ في البرطمان، زي ما أنتِ شايفة كده كلّه تقطيع واحد. هاجيب بقى معايا خيار برضك، الخيار هنا باجيبه برضك طازة وناشف، تمام، هاقطّعه برضك تقطيع تخين كده، برضك عشان يبقى كلّه سِوَى واحد. طبعًا أنتِ قبل ما تبتدي كل الشغل ده هتكوني غالية مَيّة، المَيّة دي هتسيبيها تبرد، ما لازم إحنا هنزوّد المخلل بتاعنا بمَيّة مغلية يعني متطهّرة، ما ينفعش حتى من الفلتر ما ينفعش، لازم تكوني غالية مَيّة يا حبيبتي وسايباها على جنب تبرد. كل ده أنا مجهّزاه طبعًا قبل ما ابتدي التقطيع في الحاجات بتاعتي. بعد ما خلّصت التقطيع خلطت كل الحاجات مع بعضيها، وكمان عندي فلفل حامي بادّي له شَقّة بس صغيّرة كده، وهاكون محضّرة كمان الفلفل الأحمر بتاعي، عايزة تجيبي فلفل أحمر حامي، عايزة تجيبي فلفل عادي أحمر ما يكونش حامي حلو، دي حاجة ترجع لِك. أنا هنا مخلّطة جايبة فلفل حامي، وجايبة كمان حطيت قرن فلفل كُبّي، بانضّفه من البذور بتاعته زي ما أنتِ شايفة كده، نضّفت كل الكمية من البذور بتاعتي، عشان لمّا أضربه ما يبقاش البذر يعني يعكسني كده في المخلل بتاعي. هاجيب الكبة بقى يا قلبي، هاحط فيها الفلفل، طبعًا من المَيّة المغلية اللي أنا راكناها على جنب اللي هي بردت دي، هاخد كوباية هاضرب بيها الفلفل. عشان يبقى كُلّه المَيّة اللي داخلة في الترشي تبقى كلّها متطهّرة، ما ينفعش تحطّي كوباية مَيّة من الحنفية برضه. كده خلاص أنا كده بقى هاحضّر الليمون بتاعي، أنا جايبة هنا كيلو ليمون عشان أنا عايزة كوبايتين ليمون يا قلبي، كوبايتين عصير ليمون أكون مجهّزاهم
عشان دول بردك هعمل الخلطة بتاعتي بيهم. البرطمانات طبعا بردك قبل ما ابتدي انا مجهزاها وعامله لها تطهير كده على النار. اخد بس البخار من على النار كده، ده بيدي تطهير للبرطمان، وهغطيه واركنه بقى على جنب لحين ما استخدمه. تعالي بقى هاتي الفلفل اللي احنا ضربناه في الكبة، اللي احنا ضربناه سوا مع بعض. هتجيبي كروانة كده حلوة واسعة، لان الخليط اللي انا هعمله ده الاساسي بتاع المخلل بتاعي النهاردة. ده الخليط السحري بتاع المخلل بتاعي النهاردة. وهكون محضرة كمان كوبايتين الليمون اللي انا عصراهم، هنزل بيهم على الفلفل، وكمان كوباية زيت. والزيت هنا انا عايزاكي تحطيه زيت نضيف، يعني ما يبقاش ليه طعم ولا زيت تموين ولا اي زيت، زيت نضيف عشان بس ما يغيرليش طعم المخلل بتاعي. وهكون محضرة كوباية خل. طبعا هنا انا عندي كمية خضار كبيرة، انا عاملة كمية، فانت هتحطي الخل مثلا ربع كوباية خل مثلا على 2 كيلو مثلا، وهتحطي 3 معالق سكر بردك على الكمية اللي انا عاملاها. وجايبه كمان راس توم صغيره مقطعه الفصوص بتاعتها على 2. وكان عندي حزمه كرفس، وده حسب الرغبه، عايزه تحطي ما تحطيش خلاص. انا قطعتها بتدي طعم حلو بردك للمخلل. وهنا حبه البركه، وحطيت عصفر كمان. والخلطه هنا بتاعه المخلل بتاعي النهارده جباره على فكره، والله جباره. وورق لورا، اكون محضره ورق لورا بردك، هنزل بحبه كده. والملح بتاعي انت بتحطي مثلا على كل كيلو معلقة ملح كبيرة من الملح الخشن، على كل كيلو مثلا من المخلل عشان ملح خشن تحطي معلقة كبيرة. وهقلب بقى كل الخليط ده. وبرضك الملح انت حسب استخدامك، يعني انت برضك هتدوقي وانت بتملحي، يعني برضك مش مقياس، لان في ملح ممكن يملح وملح ممكن لا. وبعد كده هجيب المية المغلية اللي هي الباردة اللي احنا غاليينها في الاول خالص وركناها على جنب. هزود بقى الخليط بتاعي ده بيها، وهقلب بقى كله لغاية ما كله يدوب يا قلبي. بصي الخليط كده معايا جاهز. انا زودت مية بردك عشان الكمية انا قلتلك عندي كتير. وهجيب بعد كده بقى البرطمانات اللي انا بردك مطهراها بعد ما نشفت، هنزل بقى بالخضار بتاعي. عايزه اقول لكم حبه مخلل بجد تحفه تحفه تحفه، تشكيله خضار والطعم بقى بيبقى مش قادره اقول لكم رهيب. طبعا نزلت وحطيت بردك من الفلفل الحامي اللي انا جايباه الاخضر. وهنا هحط بقى، هنا المفاجاه، حمص الشام. حمص الشام انا غسلته بس غسيل جيد، وحطيته ولا سلقته ولا عملت فيه اي حاجه. وهنا الحمص الشام بيوقف لي تسوية الخضار وقت ما خلاص السوا بتاعه وصل تمام، بيوقفهولي بيحافظ لي بردك على المخلل بتاعي يعيش وقت طويل. الطريقة دي انا واخداها من حد متخصص بتاع مخللات يا جماعة، واخداها منه وهو اللي قال لي النصيحة دي، وانا من ساعتها بعملها وماشية على طريقته. بجد تحفة تحفة تحفة. طبعا زي ما انتوا شايفين كده بزود بقى البرطمان. طبعا انا عملت برطمانات هوريها لكم دلوقتي. بصوا هنا بعد ما زودت، هنا التصوير معرفش طالع ليه بالعرض، زي ما انتوا شايفين. بصوا لونه عامل ازاي، بصوا الجمال. لسه كل ما يقعد كمان كل ما يخرج. عملت لكم بقى المخلل ده تشكيله تحفه تحفه تحفه. طبعا زي ما انتوا شايفين كده انا سايباكوا وانتوا تعلقوا، انتوا بس اللي هتحكموا. قولوا لي ايه رايكم في الكومنتات، ايه رايكم في العظمه دي؟ حاجه كده تحفه تحفه تحفه. يا رب تعجبكم الطريقه، يا رب تعجبكم الطريقه. الف هنا وشفا على قلبكم.